بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله. في هذا الفيديو الجديد على قناة حوحة 1981 فول 2، في هذا الدرس سوف نتعرف على كيف بإمكانك فتح 4 حسابات أمريكية أو حسابات بنكية أمريكية، والحصول على 4 بطاقات ماستر كارد. أحبابي في الله، طبعا في هذا الشرح سوف أشرح لك شركتين من خلالهما سوف تحصل على حسابين بنكيين أمريكيين وبطاقتين ماستر كارد. وسوف أضع لك الرابط أسفل الفيديو لشرحين كنت قد شرحتهم من قبل، لشركة بايونير وأيضا شركة نيتلر، التي عبرهما أيضا يمكنك الحصول على بطاقة ماستر كارد. أحبابي في الله، هذا تلبية لمجموعة من الأسئلة، لأنه هناك مجموعة من الإخوة لم يتسنى لهم الحصول لبعض المشاكل التي قد حصلت لهم على بطاقة ماستر كارد من خلال الشركتين اللتان سبق وأن شرحتهما. بالتالي سوف أضيف لك في هذا الفيديو طريقة الحصول على بطاقة ماستر كارد من خلال شركة باكسوم أو شيء من هذا القبيل، وأيضا شركة إيبيمنت. أحبابي في الله، لهذا سوف تقوم بالدخول تتوصل بهذه البطاقة على عنوان بريدك الإلكتروني، أو عفوا على عنوانك الشخصي الذي تسكن فيه. بالتالي سوف تدخل أولا إلى شركة باكسوم أو شيء من هذا القبيل، ما أعتقد هذا الاسم الصحيح أو النطق الصحيح لهذه الشركة. تضغط في الأعلى، ثم تضغط على ريجستر ناو، ثم تقوم بوضع بريدك الإلكتروني الذي تريد التسجيل به، ثم اسم أو نوع الحساب إذا كان بيزنس أو شخصي، ثم الباسورد. الباسورد يجب أن يتوفر على أحرف كبيرة ثم أحرف صغيرة ثم رمز من هذه الرموز الدائرة هنا حتى يتم قبوله. أنا سوف أقوم بوضع الباسورد. طبعا بطاقة ماستر كارد سوف تنفعك أحباب في الله في تحويل الأموال واستقبال الأموال بنكيا على البريد أو على الإنترنت على حسابك، وأيضا تفعيل الحسابات كبايبل إلى غير ذلك. سوف نتطرق إلى ذلك في مستقبل الدروس، كيف يمكنك تفعيل بها حسابك على بايبل. ثم هنا اختيار أي سؤال والإجابة عليه مهم جدا، ثم وضع أي اسم مثلا يقل 1981 فول اسم المستخدم، ثم وضع الكود الكابتشا الداير هنا أحباب في الله، وفي الأخير تضغط على سبميت. طيب، بعد الضغط على السبميت سوف يتم تحويلك إلى صفحة بهذا الشكل. يطلب منك الذهاب إلى بريدك الإلكتروني الذي سجلت به، كما سوف تشاهد وصلتني رسالة. سوف تقوم بفتح الرسالة وسوف تجد رابط التفعيل، اضغط عليه. ثم بعد الضغط عليه سوف يتم تحويلك والآخر إلى صفحة جديدة. ننتظر قليلا، الإنترنت على متصفح أوبرا غريبة ببعض المشاكل. علينا ننتظر قليلا لحين ما يتم تحويله إلى صفحة جديدة. طيب، بعد تحويلك إلى صفحة جديدة تقوم بوضع العلامة على جميع الاختيارات، ثم اضغط على الصاف أحبابي في الله، وسوف يتم مجددا تحويلك إلى صفحة أخرى على أساس وضع البيانات الشخصية الحقيقية التي سوف يتم إرسال إليها البطاقة. أحبابي في الله، هنا كما ذكرت قمنا باختيار مسبقا حساب شخصي. هنا تختار العملة التي تريدها، اسمك الثاني، اسم العائلي، ثم رقم البطاقة رقم البطاقة الوطنية أو رقم الباسورد. سوف أضع رقم بطاقتي الوطنية والباسورد، ثم واحدة من الاثنين، ثم هنا اختيار الدولة التي تقطن فيها، وأيضا تاريخ ميلادك واليوم والشهر، ثم المكان الذي ولدت فيه، هنا المدينة التي ولدت فيها، ثم هنا واختيار أي اهتمام، ثم وضع أي شيء تريده هنا، أي كلمة تريدها، وسوف تختار أي شيء تريدها أيضا. ثم هنا تختار رقم هاتفك الشخصي، الرقم أولا البلدي، الرقم الدولي للبلد التي تقطن فيه، ورقم هاتفك الشخصي، واختيار الموبايل أو رقم هاتفي. ثم هنا تختار البلد الذي تقطن فيه، سوف اختاره من بعد، سوف أشرح لكم فقط جميع الخطوات. وهنا عنوانك أو المدينة التي تقطن فيها عفوا، ثم عنوانك الكامل هنا يجب وضعه بشكل صحيح، الشارع، وأيضا الرقم المنزل، وأيضا رقم العمارة إلى غير ذلك. أحباب في الله، هنا المدينة أو المقاطعة، ثم المدينة والرمز البريدي للمدينة التي تقطن فيها، ثم اختيار هنا مجددا بلدك،
ثم اختيار يعني المدينة مرة أخرى، ورقم المنزل، يعني رقم يعني نعم رقم المنزل أحبابي في الله، ثم رقم يعني الدار أو شيء من هذا القبيل. رقم المنزل هنا إذا كنت تسكن مثلا في عمارة تقوم بوضع مثلا 1 يعني أو الطابق الثاني، ورقم الطابق الأول مثلا في حالتي أنا شخصيا الطابق الأول يعني رقم المنزل 1 إلى غير ذلك. حاليا سوف أملأ جميع هذه البيانات وأرجع لكم. طيب بعد ملء جميع البيانات بشكل صحيح أحبابي في الله، اضغط على الصف وانتظر حتى يتم تسجيل الدخول إلى حسابك. طيب تم تسجيل الحين الدخول إلى حسابي، تتبقى مرحلة أخيرة حتى أستطيع يعني التوصل بهذه البطاقة أحبابي في الله، وهو يعني تأكيد هويتي. بالتالي سوف تضغط هنا بعد الدخول إلى حسابك، تضغط هنا تأكيد الهوية، وهي رفع يعني بطاقتك الوطنية، صورة لبطاقتك الوطنية أو الباسورد. بالتالي سوف تختار هنا نوع البطاقة التي تريد يعني تأكيد بها هويتك، مثلا إذا كان باسورد أو بطاقة وطنية إلى غير ذلك، بطاقات يعني السيارة أو شيء من هذا القبيل. ثم وضع رقم البطاقة ورقم الصورة هنا أحبابي في الله، رقم البطاقة الوطنية، ثم يعني وضع الرقم الذي سوف يعني الوقت الذي قمت بإنشاء فيه يعني البطاقة الوطنية أحبابي في الله والباسورد. ثم هنا يعني الجهة التي قامت يعني بإنشاء هذه البطاقة، يعني الجهة يعني التي قامت بإنشاء هذه البطاقة قم بوضع اسمها، ثم اختيار بلدك هنا، واختيار المدينة اختاره بشكل عشوائي لأنني تسجلت من قبل أحبابي في الله. بعد اختيار المدينة هنا اختيار تاريخ الذي سوف تنتهي فيه يعني هذه البطاقة، مثلا 2015، وأيضا بطبيعة الحال موجود في البطاقة. ثم هنا أمر مهم جدا، وهو وضع صورة لبطاقتك الشخصية الوطنية والباسورد، ويعني رفعها، وضع سكانر لها ورفعها من يعني من حاسوبك، اختارها ثم اضغط على اوكي يعني، وبالتالي اضغط على كونفيرم هنا أحبابي في الله. بعد وضع على كونفيرم عليك الانتظار تقريبا 20 يوما حتى يتم يعني التوصل بها يعني في العنوان الخاص بك أحباب في الله الذي قمت بوضعه في التسجيل، يعني في مراحل التسجيل. بعد ذلك يمكنك الدخول إلى حسابك أحباب في الله، ويعني مجموعة من الإعدادات أجدعك يعني تكتشفها، مثلا إذا تم تحويل لك يعني مال أو شيء من هذا القبيل سوف تجده هنا إلى غير ذلك. سوف نمر الحين إلى يعني شركة أخرى يمكنك الحصول من خلالها على بطاقة ماستر كارد أحباب في الله، وبالتالي فتح حساب يعني بنكي أمريكي عبر شركة أخرى تدعى بايمنت أحبابي في الله. طيب الشركة الأخرى هي هذه كما ذكرت أحبابي في الله. بعد الدخول إلى الرابط، إذا كنت تريد الحصول على بطاقة ماستر كارد بهذا الشكل يعني بطاقة أخرى، تضغط على هنا للتسجيل، ثم بعد الضغط هنا أحبابي في الله سوف تقوم بوضع اسمك الخاص، ثم الاسم الثاني يعني الاسم العائلي عفوا، ثم يعني الدولة التي تقطن فيها، وأيضا يعني جنسك ورقم يعني ميلادك، ثم يعني وضع أو عفوا يعني يوم ميلادك والشهر ثم السنة، ثم اختيار بلدك يعني في حالة إسبانيا مثلا عليه سوف أضع أي رقم يعني، ثم يعني وعليك اختيار بلدك والرقم الخاص بالموبايل الخاص بك، يعني سوف أرجع وأملأ هذه البيانات أشرح لكم فقط. وهنا الإيميل الخاص بك، إعادة كتابة الإيميل، والباسورد يعني تفعيل الباسورد، ثم يعني يعني رقم الباسورد عفوا وإعادة كتابة رقم الباسورد، ثم اكتب أي سؤال أمان وأقوم بالإجابة عليه، أي سؤال تريده، ثم أنت تختار هنا يعني رقم البطاقة الخاصة بك، يعني قم بوضع أي أرقام تريدها، أي رقم تريده، ثم هنا اختيار العملة أحبابي في الله، ثم اختيار هنا $0، ثم أحبابي في الله هنا اختيار بلدك ومدينتك والكود الرمز يعني الخاص، الكود الرمز البريدي الخاص بمنطقتك ومدينتك وعنوانك بشكل كامل بشكل صحيح أحبابي في الله، ثم حيث سوف تتوصل على هذه البطاقة، ثم يضغط على next، ثم سوف ننتظر يعني حتى أقوم بملء بياناتي الشخصية لشرح باقي المراحل أحبابي في الله. طيب بعد وضع جميع البيانات الصحيحة اضغط على next هنا،
فأنا شخصيا قمت بالتسجيل من قبل أحبابي في الله، يعني بحساب يعني كما ذكرت يعني برقم الباسورد نفسه، بالتالي غير مسموح لي وضع يعني رقم الباسورد مرة أخرى. بالتالي أنتم عندما سوف تضغطون على next هنا سوف تنبثق لك نافذة جديدة، اضغط يعني وقم بوضع العلامة على جميع الاختيارات التي أو المربعات التي سوف تجدها، ثم يعني قم بالضغط على أو يعني وضع كود الكابتشا، ثم اضغط على next. بعد الضغط على next سوف يتم إرسال لك رسالة إلى بريدك الإلكتروني. افتح الرسالة، اضغط على رابط التفعيل وسوف يتم تحويلك إلى الموقع مباشرة، وعليك الانتظار يعني تقريبا 20 يوما، يعني نفس الشركة أيضا يعني الشركة الأولى، انتظار 20 يوما حتى يتم يعني التوصل بالبطاقة بهذا الشكل أحبابي في الله، برقم البنكي الخاص بك أحبابي في الله. فلا يتم يعني طلب يعني تأكيد هويتك أحبابي في الله من خلال هذه الشركة. طبعا غير مسموح لي لأنني قمت بالتسجيل برقم الباسورد نفسه من قبل، يعني قمت بفتح حساب من قبل، بالتالي يعني لا استطيع شرح المراحل فشرحتها. يعني ضغط على النكس، قم بوضع العلامة على الاختيار الذي سوف تظهر لك وكود الكابتشا، اضغط على النكس، سوف تتوصل برسالة على بريدك الإلكتروني، افتحها ثم اضغط على رابط التفعيل وخلاص يمكنك الدخول إلى حسابك، وانتظار كما ذكرت 20 يوما حتى يتم التوصل بالبطاقة على العنوان التي قمت بوضعها. أتمنى الدرس قد أفادكم أحبابي في الله. يعني أيضا رابط الشرحين السابقين للحصول على البطاقتين مرة أخرى يعني من شركتين أخرتين يعني بحساب بنكي آخر يعني باسمك أحبابي في الله سوف تجدونها أسفل الفيديو. لا تنسوا دائما زيارتنا على موقعنا دول الفيديو.com، والإيميل لو صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/1981 فول. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات، ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك حتى يستفيد الجميع، والضغط على اللايك للفيديو للتشجيع. في أمان الله.